بصي يا ستي، سيبك من اي كلام يتقال واسمعي مني انا. يعني لو حاسه كده ان انت داخله في حاله اكتئاب من العيال ودماغك كده واصله للا لاند وركبك بتوجعك وعايزه تروحي لميت دكتور عشان يعالجك، لا خدي بقى فلوس الدكتور ديت وانزلي كده اشتري بيها شويه جمبري بتحويشه الشهر. يعني اللي حوشه خدوا ايه؟ والله ما خدوا حاجه من الدنيا. هنغسله بقى كده غسله حلوه. عايزين شويه جمبري بقشره، احنا لسه هنقشرها واحنا قادرين. ونقطع عليه شرايح كده من البصل، ونقطع كده طماطم مكعبات صغيره، وشويه البهارات اللي هنضيفها ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه وشويه كده من البابريكا، وكمان هنعصر عليه ليمونه وفصين من الثوم، وكمان شويه كده زيت. وهنقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعض حلو جدا. وهنحضر فرن قبلها، يعني نشغل الفرن قبلها ب10 دقايق مثلا، تسخن كويس قوي على درجه حراره 200. وهنسيبه في الفرن من 10 ل15 دقيقه بالكتير قوي. يعني هو متسيبوش كمان ل15 دقيقه، هو 10 دقايق حلو جدا. احنا مش عايزينه يجرمز معانا، واحنا ناقصين جرمزه يا جماعه في حياتنا. بعد بقى لحد لما الجمبري يستوي هنعمل بقى شويه رز كده بالجمبري. يلا كده كده اصلا ميزانيه الشهر دي خلاص كده باظت. هنجيب بقى شويه جمبري كده حلوين، وكمان نخلي الراجل بتاع السمك هو يقشرهولنا. احنا يا جماعه مش قادرين نقشر، احنا عايزين اليوم ده يبقى ريلاكس كده، ويكون مودنا حلو جدا، مش عايزين نتعب نفسنا قوي. وهنجيب بقى كده شويه زيت، وكمان هنقطع بصلايه كده يكون نفرمها ناعم ونشوح لحد لما لونها يوصل للون الذهبي. هننزل بقى بالجمبري الحلو المقشر دوت. بعد كده نديله تشويحتين، وهننزل البهارات اللي احنا ضفناها على الجمبري، هي نفس البهارات اللي احنا هنضيفها على الرز. وكمان هنضيف فصين معاها من الثوم. وهنغسل بقى كده شويه رز حلوين وهنصفيهم من الميه، ونديلهم كده تشويحه حلوه مع الجمبري، ونغطيهم بقى كده بالميه ونسيبهم يستوي على نار هاديه. تمام جدا، حلو قوي كده. بعد كده بقى هنقلبه كده تقليبتين، هنوزع بس كده البصل والجمبري مع الرز قبل ما نضيف الميه. بعد كده هو بس نتأكد ان كل رز يتغلف بالبصل بقى وبالجمبري، والجمبري كده توزع حلو جدا مع الرز. بعد كده نبدأ بقى نضيف المية المغلية، وطبعا مع اول لما الرز يتشرب المية نوطي عليه ويستوي بقى على نار هادية كده براحته. بصوا بقى يا جماعه لونه كده لما استوى مع الجمبري، بجد مش قادره اقول لكم الريحه قد ايه حلوه، وبجد طعمه حلو جدا ولونه حلو. يعني بجد النهارده وجبه كده، يعني من احلى الوجبات اللي انتم ممكن تعملوها اصلا طول الشهر او طول السنه، او احلى وجبه ممكن تتعمل اساسا. وبصوا بقى الجمبري بجد لونه خطير وطعمه حلو جدا، والتسويه بتاعته مظبوطه. يعني خلاص كده الاكتئاب راح والركب خفت، وكل حاجة في الدنيا اتظبطت وبقت 100 فل و14. وبعد الأكلة دي بقى تبقوا سلموني على الاكتئاب. يلا اشوفكم على فيديو جديد. وعلى فكرة بكرة انا هعمل شوية بطاطس محمرة وسلطة، لان كده الميزانية باظت كلها بتاعت الشهر. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.